اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه يا بنتي، اهلا وسهلا بيك. احكي لي حضرتك ايه المشكله اللي عندكم؟ المشكله المشكله اللي عندنا ان احنا البيت سقفه وقع. احنا كده كده جايلنا ازاله من 2009، وكل ما نعمل ورق. دي منطقه ايه؟ دي منطقه الجياره. احنا ساكنين في منطقه الجياره، شارع ابو سفين، حواري السيد الدعك نمره 3. تمام. احنا الوقت السقف ما وقع بقالنا 11 يوم قاعدين في الشارع، ولا عارفين ناخد علاجنا، ولا عارفين، واحنا لسه حالات مرض، ولا عارفين ناخد علاجنا، ولا عارفين حاجه. ومحدش سائل فينا. احنا مش طالبين الا مكان نتقوت فيه. كام اسره تقريبا متضرره؟ 4 اسر، الاربعه فيهم 14 فرد. عايشين في كام اوضه الاوض المتبقيه؟ احنا قاعدين في كل واحد قاعد في اوضه، وفي اوضه مخزن محطوطه تحت لاصحاب البيت. اه. فهو اخويا قاعد في الاوضتين، الاوضه اللي وقعت والاوضه التانية دي. فهو الوقت البنات والعيال قاعدينهم بره. احنا بس اللي قاعدين في قلب البيت، قاعدين بالليل نسلم بعضينا، كل واحد ينام ساعتين والتاني يخش يقعد شويه وكده، يعني ايه، مراعين بعضنا ببعضنا، واحنا كده كده تحت رعايه ربنا ورعايه رئيس الجمهوريه. الاربع اسر دول ب 14 فرد، بتقضوا يومكم ازاي وبتعملوا ايه؟ بنقوم نقعد قدام الباب زي ما انت شايفه حضرتك كده، ولا اكل ولا شرب، بنبقى قاعدين. يعني ايه، هيجوعوا اللي هيقرص قوي جاي نجيب حته جبنه، نجيب كيس فول، على عايشين على كده. احنا مش طالبين على اكل ولا شرب ولا كلام من ده، احنا طالبين كان نريح فيه، نشوف الدنيا دي فيها ايه، لان كده مش هينفع، والشتا داخله علينا، والنطره والحشرات، فمش عارفين طب ده. لما امر الازاله جه من 2009 اتطلب منكم ان انتوا تخلوا البيوت، هل كان في بديل ليكم؟ لا، مفيش بديل. اخلوا وبعد كده دوروا على مكان. طب احنا هنروح فين؟ اقل سكن دلوقتي ب 2000 و 3000 جنيه، هنجيب منين وهنقعد فين؟ انا ارزاق رزقنا على الله. مش عايشين خايفين انه في اي وقت لا قدر الله خايفين ممكن البيت ومرعوبين. يقع، وهو كل دقيقه طب ما بيقع احنا جزء منه؟ طب ما احنا خايفين، بس هنروح فين؟ هنروح فين طيب؟ ومحدش باصص علينا خالص. حد راح منكم الحي، وزاره التضامن؟ رحنا، أي لا حد من رحنا المسؤولين؟ وزارة الحي بنروح له. طب اللجنة الثلاثية نازلة ومفيش لجنة بتنزل. تعالوا، طب تعالوا بكرة، طب جهزوا أوراق، نجهز الأوراق. لسه من قيمة يومين جاي لنا من واحد من الحي عمل حصر، واحنا معمول لنا الحصر دوت كذا مرة. عاملين شرطة جنة بصراحة برضو، يعني كتر خيرهم، يعني اه، كتر خيرهم، من قيمة يومين كتر خيرهم بصراحة. جم وعملوا الحصر. قالوا احنا بس الورق نوديه المحافظة وكده. فاحنا دلوقتي المحافظ، يعني احنا عايزين حاجة نقعد فيها، عايزين حاجة نتعايش فيها. احكي لي عن اصعب موقف مريتي بيه خلال ال 11 يوم اللي انتوا قاعدين فيهم في الشارع. لما السقف وقع. بعد السقف ما وقع ده ما جاتلها بعد السقف السكر جاتنا غيبوبة السكر مرتين، ما قدرناش نشيلها، ما قدرتش يشيلوه. ما قدرناش نشيلها. يعني انا مش باخد عارفين علاج نعمل إيه. ضغط وعلاج سكر وعلاج قلب وباخد بخاخة، فطبعا مش عارفة نعمل ايه. احنا عايزين يعني عايزين حل يكون ايه، صحاب الرؤوف الرحيم يشوفوا لنا حالنا ويتصرفوا معانا فيه، ويتصرفوا معانا بما يرضي الله. احنا عايزين اقرب وقت قبل الشتاء ما تخش علينا. هنروح فين؟ يعني احنا عاملين ديك عشان الشمس، وتيجي الشمس وتمشي وتقعد واحنا قاعدين. ان عملنا كوبايه شاي نعملها بره، ان عملنا اي حاجه واحنا قاعدين نفس القعده. احنا طالبين الستر والرضا من ربنا، والرئيس الجمهورية بقى يشوف حالتنا، يتصرف معانا. المحافظ يوضعوا لنا حل في الحل اللي احنا فيه ده. وبعدين احنا وناس كتير، يشوف الناس المضرورة قوي، ربنا يسهل الحل الجميل، واحنا تحت رعاية ربنا. شكرا جدا.